في اللحظة دي جات سمية حسن ماشية عليها، لقت لك عبدة واقفة وحيرانة ودافعة القروش، قالت لها يا عبدة الناس ديل وين؟ عبدة قالت لها أصل لو الناس بتنسى كتير بتنسى، كانوا جنوا كانوا تاهوا، فاتوا 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 ما فاتوا. يلا في 2 فنانين قالوا نعمل مقلب خفيف في الرحلة دي كده، قاموا قالوا نعمل شنو؟ نفك الخروف بتاع الرحلة عشان يكون في موقف طريف في الرحلة والناس يذكروه كده. قاموا فكوا الخروف من الحبل بتاعه والخروف شرد. شافوا منو؟ شافوا أستاذنا محمود عبد العزيز، كان قاعد تحت الشجرة هناك بيصلي في صلاة الظهر. خلاص العصر المغرب، هو الوحيد اللي شافهم بس واقف بعين لهم كده، بعين الفنانين الاثنين اللي عملوا الموقف ده. جاء استاذنا نادر خضر قال له يا استاذ يا حوته الغداء الاخر شنو؟ والحاصل شنو؟ محمود قال له كله من ديلا، كله من ديلا، ديلا ديلا ديلا، فكوا الخروف ديلا. الفنانين كلهم جو، كل الفنانين الهادي حامد، عمار السنوسي، نزار المهندس، كلهم جو، لكن في واحد يتأخر. طلع منه ابو الزيك يا اخ زيدان ابراهيم. اتأخر ليه؟ لانه هو اصلا كان شغال حفلة في مدني، جاء متأخر وحصل له موقف في السكة. قاموا سألوه قال لي يا استاذ زيدان اتأخرت ليه؟ السبب شنو؟ قام زيدان وضح لهم سبب التأخير وقال لهم اتأخرت لأنه هناك في سكتي، هناك جهة أربجي، دقشت لي شاف عن صغير، والله بس شاف عن صغير، دقشت بسرعة وما جابوا الغدر في سكتي. في اللحظة